اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فطار يوم الجمعة تعالوا نعمله مع بعض، سهل وبسيط، مش هخليك تشتري من المطعم حاجة تانية ابدا. هنعمل الطعمية في البيت، وانا عاملة الفول قبل كده في القناة، حتى الخطبة شغالة في الجمعة هي كمان. فتعالوا نعمل مع بعض الطعمية. نقع ربع كيلو فول بقاله مثلا 6 7 ساعات، او نعمل بالليل مفيش مشكلة. حزمة كزبرة، نص حزمة شبت، بصلايه خضرة كبيرة كده، 3 4 فصوص توم، قرن شطة حسب الرغبة. هنفضي كل دون في الكبة معاهم نص كوباية مية. خلاص كده الطعمية خلصت. اضربي اضربي بقى لحد ما تنعم معاكي، وخلاص كده الطعمية خلصت. هتقعد معاكي شوية حلوين على حسب عدد الأفراد أسرتك يعني. تمام، اعمليها في البيت أحلى وأطعم. والله بجيبها من المطعم، أنا بجيبها أرميها. طب ليه ندفع فلوس في الأرض وخلاص؟ لا، اعملي حاجتك في البيت بتمن الفلوس اللي هتجيبيها من المطعم. مثلا هتجيبي ب10 جنيه ولا حاجة، هتعملي الكمية دي كلها. حطيت شوية ملح وكمون وكزبرة، بس هي دي كل اللي بحطه على الطعمية. خلاص كده خلصناها. تعالي نقليها مع بعض. في البداية اللي هيعايب على الطاسة بتاعتي هاجي عنده واشوف الطاسة بتاعته عاملة ازاي. كل البيوت فيها الطاسة الجميلة دي. تمام، حطينا شوية زيت حلوين كده، وهنبتدي نقلي الطعمية بتاعتنا. اقلي الطعمية بقى بزيت نضيف في البيت. انت عارفة حاطة ايه في خامات الطعمية؟ غسلة الفول كويس، غسلة الخضرة كويس. هتاكلي حاجة نضيفة. احنا كفاية الامراض والقرف احنا بنشوفه من بره، ما تجيبيش حاجة من بره يعني. على قد ما تقدري اعملي حاجتك في البيت. كده عملنا بنقل الطعمية اهو. كمان الفول احنا عاملينه في البيت كمان. هنعمل شوية فول، وهنعمل فطار اخر عظمة. يلا نعمل الفول. انا بعمل الفول بالثوم زي ما انت حابة، تعمليه كده بشوية زيت وخلاص، تعملي بالطحينة، تعملي بالثوم زي ما انت حابة. انا حطيت نص معلقة توم كده مهروس، عليهم نص معلقة هريسة شطة، حمرهم بس مع بعض، وابتدي افضي فيهم الفول. انا بجيب كيلو الفول بعمله بيقعد عندي شهر، ممكن شهر 20 يوم زي ما يقعد. وبعد ما يخلص، قبل ما يخلص بكيسين 3 كده، اقوم تجي عامله من جديد. تمام. دلوقتي انا حطيت الفول اهو، ابتدي احط بس كمون وملح، مش اكتر من كده، لان احنا حاطين شطه مع الثوم يعني. كده خلاص خلصنا الفول. في حاجه اجمل من كده؟ في بقى حاجه تحفه جدا. اللي هيعيب على الطبق بتاعي هو حر، اوعوا تعيبوا على الطبق بتاعي. ليكوا اللي جوه الطبق بيضايه، حطيت عليها شويه ملح وفلفل مع معلقه زيت. بصوا بقى، شويه سبانخ اللي فاضلين عندك بقى من الغدا بتاع امبارح، حطيهم على البضايه دي. يا خراشي على الجمال، والله فطار يوم تحفه، الجمعة، عظمه فطار عظمه أي يعني. بيت مصري. الطعمية عملتها معاكم في القناة، شايفين الخضار والجمال والحلاوة، تحفة جدا. الحاجة اعمليها في البيت أحلى. الفول بقالي أكتر من 5 6 سنين ما جبتش فول من بره، معمول في البيت آخر عظمة. البابا غنوج برضه عاملينه في البيت. الطبق ده أول حاجة، محدش عايب على الطبق. تاني حاجة، اللي جوه الطبق ده عظمة، اللي ما كلوش قبل كده فاتوا كتير. شوية زيتون مخلل، العيش البلدي بتاعنا، بصل اخضر، اخر عظمه. فطار جميل جدا. تعالوا افطروا معانا. اقول لكم بقى الجمال ده ايه. كان عندي شويه سبانخ فضلوا، احط بس بضايه كده او بيضتين مع شويه زيت اقليهم، واحط فيهم شويه السبانخ دول. يا خراش على الجمال والحلاوه، والله اخر جمال، تحفه جدا. يا خراش على الجمال، تحفه والله، تحفه جدا. جربيه. لو فضل عندي شويه سبانخ كده، جربيهم. حطي بس بضايه او بيضتين كده مع حبه زيت صغيرين او حته زبده، وبس البيض يخش في السوا كده، حطي معلقتين السبانخ. يا خراشي يا خراشي على التحفه، عظمه والله العظيم. تعالوا افطروا معانا كل جمعه وانتم طيبين.